دي كات بنت بسيطة محدش يعرفها في مدرستها، ومحدش بياخد باله منها ولا بيهتم يتعامل معاها، وبتحاول انها تتعرف على اي شاب جديد في حياتها، لكن دايما بتفشل وبتعزل كتير من بيت لبيت. لكن العزال بالنسبة لها مش مشكلة، لان ما بيكونش ليها اصحاب تفتقدهم اصلا، وبتروح مدرسة جديدة واللي بتكون نقطة تحول ليها من شخصية مغمورة مخفية لشخصية مشهورة جدا، وبيكون السبب هو جون تاكر. وجون هو لاعب كرة سلة محترف في مدرستها الجديدة، والأشهر في الفريق والأشهر في المدرسة كلها. وأول مرة بتقابله شخصيا بيكون في مطعم وهي الجرسونة، وبتشوف معاه حبيبته كاري مذيعة المدرسة، شخصية مشهورة تانية في المدرسة. وبحكم شغل كات بتشوف إن جون ليه أكتر من حبيبة، الأولى كاري والتانية هيزر رئيسة فريق المشجعات، والتالتة بيس. وبتلاقي كات إن جون بيقول نفس الكلام لكل واحدة من البنات التلاتة، وبيكون مرتبط بيهم وواثق من نفسه إنه مش هيتقفش، لأن التلاتة بيكرهوا بعض وما بيكلموش بعض أبدا، وبكده بيكون هو في الأمان لأنه مش هيتفضح، وبيقدر إنه يتعامل بحذر مع التلاتة وهم في المدرسة، لحد ما بيجي يوم كل الفصول بيتجمعوا في ملعب واحد، وبيتعامل فريق بيتكون من بيس وكاري وهيزر وكات. وبتكون كات بتتكلم مع صاحبتها وبتقول لها إنها مصاحبة جون، وبتسمعها هيزر وبتضربها بالكورة في وشها، وبيتخانقوا سوا. فبتيجي بيس عشان تفرق ما بينهم، وبتسمعهم إن هم كمان بيتكلموا عن جون، فبتبدأ في ضربهم كلهم. وكل ده بتكون كات سامعة اللي بيحصل، وبتضرب كات في وسطهم بالغلط، وبتعاقبهم المدربة إنهم هيتحبسوا بعد المدرسة في المكتبة. وبعد المدرسة بتروح كات أول واحدة المكتبة، وبتقابل سكوت زميلها، وبيتعرفوا على بعض، وبتكتشف إنه أخو جون لكنه عكس أخوه تماما، وبيسيبها في الحجز لوحدها. وبيتجمعوا باقي البنات في المكتبة، وبتكون كل واحدة فاكرة إنها الحبيبة الوحيدة لجون، لحد ما بتقرر كات إنها تدخل ما بينهم، وبتقول لهم اللي كانت بتشوفه هي جرسونة، وإن جون بيخدعهم كلهم، وبيبقى قاصد إنه يناديهم بأسماء دلع عشان ما يغلطش في أساميهم. وبتقترح عليهم إنهم ينتقموا منه بدل الانفصال عنه. وبيخلص وقت الحجز بتاعهم، وكل واحدة بترجع على بيتها. لكن بعد شوية بتلاقي كات إن التلات بنات متجمعين قدام بيتها، لأنهم اقتنعوا بكلامها وناويين ينتقموا منه، ولأنهم هم التلاتة بيكرهوا بعض فهيدمروا بعض لو مفيش شخص حيادي معاهم، والشخص الحيادي ده هو كات. وبيبدأوا إنهم يحطوا خطة تدمير جون، وأول خطوة هي تدمير الفرص لجون إنه يخرج مع بنت تانية، وبتساعدهم بس بكده عن طريق إنها بتجيب لجون مصور محترف، وبتفهمه إنه هو هيبقى موديل إعلانات، وبيطلع إنه متصور لإعلان خاص بالأمراض الجلدية، وبيتعرض قدامه في السينما وهو خارج مع بنت جديدة. وبيكون الإعلان السبب في إن البنت تجري من جنبه لأنها بتكون خايفة على نفسها تتعدي منه، لكن جون بيطلع أذكى منهم وبيقول لهم إنه عمل الإعلان ده تضامنا مع المصابين، وبتكافئوا المدرسة بتاعته على خطوته الجريئة. وبيلجأوا للخطوة التانية، وهي إنهم يخلوا ياخد دواء يزود هرمونات الأنوثة عنده، وبيكون دور هيزر في إنها تحطه في المقويات اللي بياخدها. وبتنجح هيزر في خطوتها، وبيبدأ إنه يعاني من الحساسية في كل جسمه بسبب الدواء، وبيخسر مباراة من مبارياته، وبيفضل يعيط لأن المدرب بيضغط عليه زيادة، وبيسيب المباراة وهو بيعيط. لكن جون بيستخدم الخطوة دي كمان في صالحه، وبتبدأ البنات تعجب بيه لأنه حساس جدا وما بيخافش إنه يظهر مشاعره، فده بيخلي عدد البنات اللي حواليه يزيدوا. فبيقرر جون إنه يسيب البنات التلاتة اللي مرتبط بيهم عشان يبقى حر أكتر بالتعرف على بنات أكتر، وبينفصل عنهم كلهم في نفس اليوم. وبيتجمعوا كلهم عند كات في بيتها عشان يفكروا في الخطوة الجاية، وبيفكروا إنه زي ما انفصل عنهم كلهم وكسر قلبهم، لازم الخطوة الجاية هي إنهم يكسروا قلبه. وبيلجأوا لكات لأنها الحل الوحيد اللي قدامهم، وإنهم يحولوها ويخلوها جميلة جدا وتغري جون، وبعد ما توقعوا في حبها تسيبه وتكسر قلبه، وكلهم هيساعدوها في التحول الرهيب اللي هيحصل في شخصيتها. وأول حاجة بتعملها هيزر إنها تضيفها لفريق المشجعات عشان تقدر تلفت نظر جون، وبتنجح فعلا إنها تجذب انتباهه، وبيفكر إنه يرتبط بيها زي الباقي. وبيكتشف البنات إن كات ما كانش عندها أي علاقة مع أي شاب زمان، ولا بتعرف تتعامل مع الشباب أصلا، وبيبدأوا معاها من الصفر عشان يعلموها أساسيات بداية التعرف على الشباب، وأهم قاعدة إنها ما تبقاش سهلة وتخلي جون يجري وراها وما تدلقش عليه وما تهتمش بيه إطلاقا. وبتنفذ كلامهم بالحرف الواحد، وبتتعامل مع جون بمنتهى الإهمال، لحد ما في مرة بتكون في المعمل بتتكلم مع سكوت، وبتلاقي إن في ورد كتير جدا مبعوت لها من جون، وده عشان تقبل عزومته على الغدا. وبتكون كيري بتصور كل حاجة بتحصل مع كات، وده عشان توثق اللي بيحصل من البداية لحد ما يكسروا قلبه. وبيكون جون مصمم إنه يوصل لرقم كات، وبيلجأ لأخوه سكوت لأنه عارف إن كات زميلته في المعمل، وبيفهم سكوت إن أخوه ناوي يلعب بكات كمان، وبيروح يحذر كات وبيقول لها
إن أخوه عاوزه يبقى جاسوس عليها عشان يقول له كل اللي هي بتحبه، لكنه ما عندوش أي استعداد يساعده لأنه عارف أخوه ودماغه. وبتفهم كات إن سكوت معجب بيها وبتسيبه عشان بيبقى عندها مباراة سلة، وكالعادة بيكون جون هو السبب في فوز فريقه وبيتعمل حفلة بسبب الفوز. وبتروح كات وبتقابل جون هناك، وبيكون باقي البنات مراقبينها عن طريق الكاميرا اللي حاطينها في لبسها، وده عشان يراقبوا تحركاتها وتصرفاتها. وبيقضي جون السهرة مع كات وبيعرض عليها إنه يوصلها بيتها وبتوافق. وبتجيلها بس وهي قاعدة في عربية جون عشان تقول لها إنها ما تبقاش سهلة معاه ولو قرب منها تبعد عنه بسرعة. لكن قبل ما بس بتنزل من العربية بيكون جون قرب من العربية، فبتضطر بس إنها تستخبى في نفس العربية لكن في الكنبة اللي ورا. وبيتحرك جون بعربيته لحد بيت كات وبتطلب منه إنه يوصلها لحد باب بيتها عشان تقدر بس إنها تنزل من العربية، وبتسيبه وبتدخل بيتها. وبعدها بيتجمعوا البنات في بيتها لأنهم عارفين إن جون هيتصل وهيكون مستني بعربيته بره بيتها زي ما عمل بالظبط معاهم هما التلاتة قبل كده. وفعلا بيركن جون قدام بيتها وبيتصل بيها عشان يطمن عليها، وبتقوله إنها خايفة لأنها شايفة إن في شخص بيراقبها وناوية تبلغ عنه، وبيكون الشخص ده أصلا هو جون واللي بيضطر إنه يقفل معاها ويهرب قبل ما تبلغ البوليس زي ما قالت له. وبيخرجوا سوا في ميعاد تاني وبيقول لها إنه مجهز لها مفاجأة، وبتكون باقي البنات مراقبينها في تاني مقابلة بينها وما بين جون لحد ما بيلاقوا إشارة الكاميرا بدأت تضعف. وبيبصوا قدامهم بيلاقوا إنه جون وكات راكبين مركب وسط المية وبيبعدوا عنهم، ودي حاجة أول مرة جون يعملها مع بنت. وبيحاولوا إنهم ياخدوا أي مركب وراهم عشان يلقطوا أي إشارة من كاميرا كات لحد ما المركب بيعطل في وسط البحر وبيتحبسوا وسط المية. وبتكون كات مقضية أحلى ميعاد ممكن تتخيله مع جون، وبيبان إنها بدأت تحبه فعلا. وبيخلص الميعاد وبتروح كات لباقي البنات تاني يوم وبيكونوا مستنيينها عشان تحكي لهم كل حاجة حصلت مع جون، وبتقول لهم إنه ما حصلش حاجة والليلة كانت بسيطة ولطيفة. وبتفهم بس من نظرات وطريقة كلام كات إنها بدأت تحبه، وبيحاولوا كلهم يحذروها إن دي طريقة جون في اللعب بالبنات وإنه بيعمل كده مع كل اللي يعرفهم وبيوهمهم بحبه. وبعدها بيسيبهم زي ما عمل معاهم، وبتقول لها كاري إنها هتثبت لها إن جون بيخدعها وده بس عشان يضمها لقائمة البنات اللي عرفها. وبتروح أوضة تغيير الملابس بتاعة الشباب وبتستخبى جوه خزنة الملابس ومعها الكاميرا وبتصور جون وهو بيتباهى قدام صحابه إنه بعد ما يفوز بمباراة النص النهائي ويروحوا كلهم الفندق هيوقع كات في حبه وهيخدعها زي باقي البنات، وبيتباهى إنه بيخدع أي بنت هو حبيبها. وبتاخد كاري الفيديو وبتوري الكات بعد ماتش نص النهائي في الفندق وبتفهمها اللي هو ناوي يعمله معاها، وبيبدأوا خطتهم ضد جون. وبتتصل كات بجون فيديو عشان تخليه يجيلها الأوضة، وبيكون باقي البنات قاعدين قدامها بيغششوها اللي تقوله، وبتقوله إن في هدية محطوطة تحت سريره هو وعاوزاه يلبس اللي في الهدية وهو جاي لها. لكن المشكلة إن المدربة بتتمشى في الممر وما ينفعش يجيلها من خلال الباب، لكنه ممكن يجيلها من البلكونة، وإنها موجودة على بعد 3 بلكونات بس وهتستناه في الأوضة. وبيلبس جون اللي تحت سريره وبينتقل ما بين البلكونات لحد ما بيوصل للأوضة، وبيستنى كات تطلع من الحمام وبيتفاجئ إنه في أوضة المدربة أصلا، وبتفضحها المدربة قدام كل الفندق وبتاخده باللي هو لابسه وبتوديه للمدرب بتاعه عشان يشوف اللي جون بيعمله واللي هو لابسه كمان، وبيهزقه قدام كل الموجودين وبيتصور من كل اللي شايفينه وبيتفضح جون. وبيلاقي كات قدامه بتتأسف له إنها عدت البلكونات غلط، وبيقدر إنه يخرج نفسه من الفضيحة اللي بقى فيها تاني يوم عن طريق إنه عمل حركة استعراضية مبهرة وهو لابس نفس اللبس الداخلي ده. وبيقول لهم فوائد اللي كان لابسه إنه خفيف وبيخليه يتحرك أسرع، وبينجح إنه يقنع كل زمايله في الفريق إنهم يلبسوا زيه، وبينتشر الموضوع وبيبقى موضة في المدرسة بتاعته. وبيدور جون على كيت وبيقول لها إنه بالرغم من الإذلال اللي شافه إلا إنه متمسك بيها جدا، وإنه أول مرة يعمل كده مع حد وعاوز يرتبط بيها، وإنه بيتمنى يشوفها في حفلته بالليل وبيديها الساعة بتاعته هدية ليها وبتروح بيها لباقي البنات وبيفرحوا إن خطتهم ماشية تمام. لكن بيبان على كيت إنها مش عاوزة تكمل في خطتهم ضد جون، وبيتخانقوا كلهم مع بعض لحد ما كيت بتقول لهم إنها مش هتخدع جون أكتر من كده، وبتطلع من المخزن اللي هم بيتجمعوا فيه وبيشوفهم سكوت وهم كلهم خارجين ورا بعض، وبيفهم إن في حاجة بتتدبر ضد أخوه، وبيروح ناحية كات عشان يفهم اللي بيحصل، وبيقول لها واضح إن في حاجة بتتدبر ضد أخويا وإن أنتي مشاركة فيها، بالرغم إن أول مرة يشوف أخوه مهتم بحد كده. وما بتعرفش كات تدافع عن نفسها لحد ما بيقول لها إن جون معروف إنه بيخدع البنات والبنات عارفة كده وبيحبوه برضه، ولو هي بتكره جون لأنه مخادع فهي دلوقتي بقت زيه بالظبط، وبيسيبها وبيمشي. وبترجع بيتها وهي متضايقة بسبب كلام سكوت ليها، وبتحكي لمامتها على كل اللي حصل، وبتقول لها مامتها إنها لو عاوزة تعرف مين اللي بيحبها فعلا تتعامل بحقيقتها، وساعتها تعرف مين بيحبها
ومين بيستغلها، وبتقرر انها تروح على حفلة جون، وبيكون جون مستنيها عشان تطلع معاه على المنصة، وهما بيعرضوا فيديو بمناسبة عيد ميلاده، وبتكون كاري هي اللي عاملة الفيديو، وبيفتكروا جون انه فيديو لعيد ميلاده، لكنه بيكون فيديو كسر قلبه قدام باقي المدرسة. وقبل ما بيكمل الفيديو بتجري كات عشان تفصله، وبتتأسف لجون على اللي عملته معاه وانها ما حبتوش، وكل اللي حصل كان عبارة عن تمثيلية عليه، وكان اللي بيساعدها في خداعه كاري وبيس وهيزر لانه كسر قلبهم وقرروا الانتقام منه. وبتديله الساعة بتاعته، وبيكون شكله وحش قدام باقي المدرسة، وبتنجح خطتهم، لكن الموضوع بيقلب بهزار بعد ما واحد بيرمي المشروب بتاعه على كات، وبيقول ان مفيش افضل من ان انا اواعد افضل 3 بنات في المدرسة، وبيطلعوا باقي البنات عشان يدافعوا عنها، فبيترمي عليهم هم كمان مشروبات من باقي الموجودين، فبتتقلب الحفلة كلها، وكل واحد بيرمي اللي في ايده على التاني، وبتنتهي الحفلة. وبيجي تاني يوم وبتروح كات لجون عشان تعتذر له عن اللي عملته فيه، وبيقول لها ان هي عندها حق في اللي عملته، وان هو يستاهل اكتر من كده، وبيتأسف لها وبيرجعوا صحاب تاني. وبيكون سكوت مستنيها عشان يقول لها انه عاوزها ترجع تاني زميلته في المعمل، وانه هيحب يرجعوا زي الاول. وبيكون جون اتعالج من فكرة خداعه للبنات بعد ما اتعمل فيه زي اللي بيعمله في غيره. وبس كده بيخلص الفيلم.